في اللحظة دي حسيت إن روحي بتتسحب مني. سبت البيت ومشيت. فضلت عند أهلي 5 شهور. كنت بروح أكشف أنا وأمي، وأنا كل يوم بتمنى ألاقي حل للمأساة دي. بعت أهلي ناس عشان يصلحوا، ناس محترمة، سمعوا مني ومن بيت حماتي. قالوا الولية دي ظلمة، بس إحنا هنصلح إن شاء الله. بس هي أفعى، وطول ما هي عايشة حياتك مهددة بالانفصال. الناس عملوا اللي عليهم وزيادة، زعقوا لحماية وحماتي: انتوا عايزين خدامة ولا ايه؟ عندكم 3 بنات يخدموكوا. كلام كتير اتقال، وفي الآخر صالحونا ورجعت شقتي تاني على عزلة. لكن المشكلة لسه ما خلصتش يا جماعة. حماتي وحماية مش سايبيني في حالي، بيتكلموا عليا مع الناس، بيعاملوني وحش. وجوزي بقى يقولي لازم تنزلي عشان الولد ابننا عندهم. باجي أنزله وأقعد شوية، حماتي تنزل بالتلقيح والكلام الوحش. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. هيموتوا ويرجعوني تحت تاني عشان أخدم. إيه العمل؟ إيه الحل؟ إزاي أخليهم يفهموا إني مش هنزل أخدم تحت تاني ولا أعيس معاهم؟ إزاي أتفادى المشاكل اللي مش بتخلص دي؟ دي كانت قصة صابرين، قصة ممكن تكون بتحصل كل يوم في بيوت كتير. لو مريت بتجربة شبه دي أو عندك نصيحة لصابرين سيبها في التعليقات. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل القصص الحقيقية اللي بتهمنا كلنا.